أعزائي الأعزاء، السلام عليكم. في دقيقتين بس هشرح لك إيه خطة الدجال عشان يظهر وإزاي بتدرج في الموضوع دوت. أول حاجة لازم تعرفها إن هو بيحاول يضرب القيم والمبادئ والأخلاق وكل حاجة اتربت عليها الأسرة، وبيحاول يخلي كل حاجة متداخلة علشان يسهل عملية ظهوره. أحكي لك شوية قصص وما تحكمش عليها الوقت، استنى لغاية آخر الفيديو عشان تعرف المغزى. في سنة 1911 اكتشفوا جثة في فرنسا. الجثة دي كانت متحنطة، بس تحنيطها كان غريب شوية. كانت محطوطة في سائل أخضر، ولما خدوا نسبة من أو حللوا السائل الأخضر ده ما عرفوش يوصلوا لأي حاجة. بس مش ده الغريب. الغريب إن جنب الجثة ديت كان موجود مصباح. المصباح ده كان مشتعل، رغم إن الجثة دي توفت من أكتر من 1500 سنة. حتى بعد ما طلعوا المصباح دوت من المقبرة أو الطنبة اللي كانت موجودة فيها، فضل مشتعل لمدة 6 شهور كاملين. اركن القصة دي على جنب. بيقول لك كمان ان الملك لويس الثالث لما حب يزور عمورية اجتمع العلماء علشان يقدموا له هدية، ومحدش عارف ايه الهدية ديت اساسا، لحد ما اقترب موكب الملك من عمورية طار نسر كبير جدا فوق الملك، وفضل حايم حواليه لفترة طويلة جدا. ولما وصل الملك للقصر نزل النسر دوت وقبل رجليه، ولما حط الملك ايديه على النسر اكتشف ان هو حديد. اركن كمان القصة دي وحطها على جنب. في سنة 1100 شاع ان في ساحر كبير موجود في ايطاليا، بس البابا سنوسرت الاول قال لهم لا، ده مش ساحر، ده عالم كبير جدا جدا جدا. الناس كانت بتجرب من بيت الراجل دوت اساسا، وتبص على بيته تلاقي نور مشع منه، رغم ان كانش فيه الوقت دوت نور ولا كهرباء ولا مصابيح. العالم كله كان مظلم، خاصة اوروبا اللي كانت بتعيش في العصور المظلمة زي ما بيسموها. وفي مرة من المرات واحد حب يمسك الباب بتاعه وكان حديد ويخترق ويشوف اللي موجود جوه. صابت الراجل رعشه كبيره جدا ووجع وغمى عليه. بعد كده مجموعه من الناس حاولوا يعملوا نفس الشيء، وتم يعني اصابتهم رعشه وتم وغمى عليهم هم كمان. بعد كده اكتشفوا لما مات الراجل دوت مصباح موجود في البيت بتاعه. اركن كمان القصه دي على جنب. اما في النمسا فكان في واحد مشهور عنه ان هو راجل ساحر، بس الملك قال لهم لا، ده مش ساحر برضه، وده عالم كبير جدا. وفي مره من المرات الراجل دوت حط بعض المواد في منزل ضخم جدا، وقدام اعين الناس واعين الملك اتنسى في المنزل دوت اساسا، رغم ان دوت كان في سنه 500 بعد الميلاد. طيب القصص دي كلها عاوز احكي لك ليه؟ القصص دي كلها بحاول احكيها لك لانهم الوقت بيحاولوا يروجوا ان كان في كهرباء وكان في حاجات موجوده زمان، وكان في انتقال عبر الزمن وحاجات زي كده، وكان في اختراعات كتيره. طيب ايه مغزاهم؟ مغزاه ان هو عاوز يلعب في دماغك، عاوز يوصلك ان مفيش حاجه اسمها معجزات، مفيش حاجه اسمها انبياء، مفيش حاجه اسمها اديان. العصا بتاع سيدنا موسى اللي ضرب بيها البحر وانشقت ديت اساسا كان مجرد علم عنده. مال سيدنا قارون دوت، مال قارون دوت اساسا كان عباره عن علم سرقه من سيدنا موسى. العلم دوت كان بيحول بيه التراب والمواد الرخيصه لذهب، علشان كده بيغني جدا. وربنا لما خسف بيه الارض هو ما خسفش بيه الارض ولا حاجه، ده هم بيحاول يوصل لك المعلومه ديت اساسا. سيدنا ابراهيم لما اترمى في النار طلع منه برضه بعلم. كل المعجزات كانت عباره عن علم. حتى سيدنا يوسف لما كان بيأول الاحاديث وتفسير للملك، هو اللي كان بيبعت الذبذبات لعجل الملك عن طريق التخاطر علشان يقدروا ان هو يجي حد عنده ويفسر له كل دوت. هم الوقت بيحاولوا يلعبوا في دماغك، بيوصل لك المعلومه غلط، بيحط لك السم جوه العسل وانت تتبهر. يا سلام، الفراعنه كانوا مكتشفين الكهرباء، يا تسلا بيقول لك ان كل حاجه في العالم موجوده نقدر نحلها من خلال 3 ارقام، ال9 وال6 وال3، وقدر بيها ان هو ينقل حاجات من زمن لزمن. معنى كده ان معجزات سيدنا سليمان هو كمان لما نقل العرش البلقيس لعنده من سبأ لعنده اساسا في لمح البصر قبل ما يرتد طرف الراجل اللي كان عاوز يجيبه قبل ما يقف في مكانه. ده كله دوت كان علم. كل حاجه كانت عند سيدنا سليمان علم. البساط السحري ده برضو كمان علم كان موجود اساسا، وكان سيدنا سليمان عنده البساط بتاعه من خلال علمه اللي بيركب معاه هو والجن والافيال وجنوده وجيوشه وحاشيته ويطير بيه ويشوف الممالك دي كلها. ده كله مش معجزات، دي كلها علم. احذر يا المسلم، يحاولوا يلعبوا في دماغك علشان يمهدوا ليه؟ يمهدوا لخروج الاعور اللي احنا بنسميه اعور، هم بيسموه المخلص. اللي احنا بنسميه الدجال هم بيسموه اله النور. احذر ايها المسلم،
ليه بيسموه اله النور؟ لان ربنا لما لعن ابليس ونزله من السماء للارض، ابليس كان شكله جميل جدا قبل ما ربنا يلعنه، قبل ما يعصى امر ربنا كان شكله جميل جدا، فربنا لعنه وطلع له قرنين. ولما الملائكه رمته من السماء للارض اشتعلت النيران حوالين القرنين دول، فبيجي في نار طالعه منه، فبالنسبه لهم دوت اساسا اله النور. عشان كده يقول لك ده اله النور. احذر ايها المسلم، هم بيحاولوا الوقت يدمروا كل حاجه وبيحطوا لك السم جوه العسل. معلومات تدريجيه وانت تبدا تفكر وتنبهر وتفكر اكتر وتنبهر. انبياء مفيش انبياء، معجزات مفيش معجزات، دين مفيش دين. طالما مفيش دوت اساسا يقدر هو يظهر ومن خلال معجزاته الوهميه اللي هي سحر وفلسه تقدر انت اساسا تتبهر بيه، بعد كده تعبده والعياذ بالله. احذر ايها المسلم. السلام عليكم اصحابي واحبابي.